في أعماق الدائرة القطبية الشمالية المتجمدة قاذفة نووية قيمتها 40 مليون دولار بتتحرك. على بعد آلاف الأميال حصن طاقة محاط باليابسة يتعرض للاختراق. وفي البحر المفتوح سفينة شبح بيتم مطاردتها في الظلام. موسكو كانت فاكرة أن الأصول دي في أمان جغرافي، صرفوا مليارات على شبكات رادار متداخلة وبنوا دفاعات جوية لا يمكن اختراقها. كانوا فاكرين أنه المسافات كبيرة جدا، كانوا غلطانين. في وسط البحر المتوسط وهي سفينة شحن طولها 800 قدم بتشق المية السوداء في نص الليل. دي كندل، دي جزء من أسطول الظل الروسي، أسطول سري معمول عشان ينقل النفط الخام ويتخطى العقوبات العالمية. الأسطول ده كلف حوالي 10 مليار دولار عشان يتجمع، ودلوقتي بيحقق تقريبا 100 مليار دولار إيرادات لموسكو كل سنة. دي ناقلات قديمة بهياكل مصدية، وكتير منهم بيطفوا أجهزة التتبع وبيمشوا من غير علم أو اسم مكتوب على الجنب. روسيا نفسها تخبي السفن دي بأي طريقة، بس إزاي تقدر تتعقب وتضرب هدف اتشال من كل الخرائط الرسمية؟ محللين الدفاع بيشكوا إنه أوكرانيا استخدمت كوكبات أقمار صناعية تجارية غربية عشان تستهدف كنديل. باستخدام رادار الفتحة الاصطناعية أو السار ممكن تطفي أضواء السفينة أو حتى جهاز الإرسال بتاعها، بس مش هتقدر تخبيها من نبضة الميكروويف. مع الأسيار الأقمار الصناعية بترتد موجات الرادار عن سطح المحيط، والمية بتفرق الإشارة في الظلمة. لكن الجدران الفولاذية العمودية لناقلة النفط الضخمة بتتصرف بالضبط زي المراية بالنسبة للقمر الصناعي. كندل نورت، اتلمعت زي منارة، وده معناه إن السفينة ممكن يتم تتبعها في مكان ما في الظلمة. مركب مدني صغير كان بيتحرك جنب النقلة الضخمة وبيفضل دايما خارج نطاق الرؤية. دي كانت سفينة لطائرات بدون طيار، وعلى سطحها كان في فريق من المشغلين المتخصصين بيجهزوا درون سداسي المراوح كهربائي لرفع الحمولة الثقيلة. دي قطعة تكنولوجيا تجارية معدلة وتكلفتها أقل من 20,000 دولار، في حين أن الطيارات بدون طيار بعيدة المدى بتستخدم محركات بنزين صوتها عالي. الدرون السداسي المراوح ده كهربائية بالكامل، ودواراتها كانت سكتة وسط هدير رياح المحيط. الطيارات الكهربائية دي كمان بتستبدل خزانات الوقود بقوة نارية إضافية، وده بيسمح لها إنها تشيل راس حربي وزنه 20 رطل. ده يعادل تكتيكياً صاروخ جافلين المضاد للدبابات اللي ثمنه 200,000 دولار، لكن بتكلفة أقل بكتير. الدرون السداسي المراوح أقلعت من على سطح المركب اللي كان بيتهز وطلعت لفوق في السماء. لو الطيارة طارت مباشرة ناحية النائلة هتشغل إنذار السفينة، عشان كده الطيار كان لازم يستغل نقطة عمياء هندسية. ناقلة ضخمة زي كندل بتعمل ضمن راداري ورا جسمها على طول، لكن لو اقتربت من المؤخرة بزاوية منخفضة جدا الدرونز الصغيرة تقدر تفضل مخفية. وفي السفينة الأم طيار الدرون كان بيتفرج على ظل السفينة الرمادي وهو بيكبر كل تانية على شاشة مش واضحة، ولما قربت أكتر مع صوت الزن الكهربائي والمراوح متغطية بصوت الهواء بدأ الطيار يدور على الهدف بتاعه. هو حرك الدرون عمودي فوق مؤخرة السفينة وعدى جسم السفينة وطلع فوق السور بتاعها. الطيار تجاهل الكابينة وأماكن المعيشة، بدل كده ركز التصويب بتاعه على المانيفولد، أكتر نقطة حساسة في السفينة، وضغط على الزناد. الطاقم اللي في الكابينة عمرهم ما كانوا حيشوفوها جاية، مفيش صوت صاروخ جاي ولا صريخ طيارة مقاتلة، بس فجأة صوت انفجار مرعب. الرأس الحربي اللي وزنه 20 رطل انفجر مباشرة على المانيفولد. الشحنة المشكلة بتاعته ركزت كل طاقتها في نفاث مدبب من النحاس المصهور، وكان قادر يخترق الفولاذ الصلب. الانفجار سبب ضرر كبير ودمر معدات حيوية وعطل كنديل في الحال. السفينة نجت من الضربة، لكن هتحتاج تصليحات كبيرة قبل ما تقدر ترجع تنضم لأسطول الظل تاني. في الوقت ده كانت مجرد ثقل ورق وزنه 115,000 طن، ومكون أساسي في سلسلة لوجستية بمليارات الدولارات اتعطلت بطائرة بدون طيار ثمنها 20,000 دولار بس. لكن المحيط المفتوح من غير أي دفاعات خالص. ضرب حصن مغلق بريا ومحمي بجدار كهربائي محتاج آلية مختلفة تماما. على بعد 2000 ميل شرقا وفي قلب أوراسيا بيقع بحر قزوين. ده البحيرة الخاصة بموسكو، هي محاطة بالأرض بالكامل ومفيش أي مضايق أو نقاط وصول مخفية للغواصات. في وسط المية فيه منصات حفر بحرية ضخمة بملايين الدولارات مملوكة لعملاق الطاقة الروسي لوك أويل. المنصات دي واحدة من مفاتيح اقتصاد الحرب بتاع الكرملين،
هي بتضخ ملايين الأطنان من البترول وبتولد مليارات الدولارات في السنة وبتغذي الجيش الروسي بشكل مباشر. بما إن أوكرانيا ما عندهاش وصول بحري للبحر القزوين، ما كانش قدامها حل غير إنها تهاجم من الجو. لكن كان فيه مشكلة كبيرة، في جدار إلكتروني ضخم كان واقف في طريقهم ما بين المنصات وحدود أوكرانيا. كان فيه مئات الأميال من المجال الجوي المعادي. المجال ده مليان مناطق حرب إلكترونية وبطاريات صواريخ أرض جو بعيدة المدى من نوع S-400، والبطارية الواحدة منها بتكلف أكثر من 500 مليون دولار. التنقل وسط العقبات دي علشان تضرب منصة في بحر مغلق كان هيحتاج استراتيجية جديدة تماما. بعمق أراضيهم نفذت القوات الخاصة هجوما منسقا بسرب من طائرات الدرون الانتحارية بعيدة المدى. على عكس الهكسكوبتر الكهربائي الصامت اللي استخدموه في البحر المتوسط، الطيارات دي كانت طيارات ثابتة الجناح. استخبارات المصادر المفتوحة بتشير بقوة إنهم بيستخدموا الطيارة المحلية الصنع ليوشي، واللي معناها شرس، وده اسم مناسب فعلا. الدرون الواحد من النوع ده بيكلف حوالي 200 ألف دولار تقريبا، بيجي بجناحين طولهم 22 قدم، وبيشتغل بمحرك بنزين صوته عالي، مصنوع من الألياف الزجاجية، وعنده بصمة رادارية زي طائر كبير، وجواه في مقدمة الطيارة رأس حربي مدمر وزنه 110 باوند من المتفجرات الشديدة. لكن لسه كانت فيه مشكلة الجدار الإلكتروني. الحرب الإلكترونية الروسية مصممة علشان تشوش إشارات الGPS وتقطع روابط التحكم عن بعد. لو طيارة درون عادية دخلت المجال الجوي ده، عقلها بيتلخبط، بتفقد إحداثياتها وبتقع. المهندسين الأوكرانيين قدروا يتخطوا الحاجز ده بأنهم عملوا حاجة محدش كان يتخيلها، شالوا الGPS خالص. عشان تقدر تعيش، الدرونز زي ديوشي بتعتمد على نظام ذكاء اصطناعي مستقل اسمه الرؤية الآلية. كاميرا في مقدمة الدرون بتبص على الأرض وبتقارن باستمرار التضاريس الحقيقية بخريطة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة متخزنة عليها على الهارد ديسك بتاعها. بتتنقل عن طريق التعرف على الشكل الدقيق للطرق والأنهار والجبال. وبما إنها مش محتاجة اتصال مباشر بالقمر الصناعي، مفيش حاجة ممكن تتقطع أو تفقد الاتصال. وللهروب من شبكات الرادار، إعادة بناء مسار الطيران بتقترح كده. الدرونز دي بتطير على ارتفاع منخفض جدا قريب من الأرض وبتتبع تضاريسها، بتنزل في وديان الأنهار وبتعدي على ارتفاع حوالي 150 قدم بس فوق قمم الأشجار المتجمدة. ولما بيطيروا بالانخفاض ده يقدروا يعدوا من تحت أفق الرادار بتاع بطاريات S-400 الروسية. بعد ساعات من المرور بصعوبة من خلال واحدة من أكثر شبكات الدفاع الجوي إحكاماً في العالم، الدرونز أخيراً وصلت لبحر قزوين. في عرض البحر مفيش وديان، أنهار ولا أشجار يستخبوا وراها. عشان يتجنبوا آخر حلقة من رادارات السواحل، الدرونز غالباً نزلت ارتفاعها وطارت على ارتفاع بضع عشرات من الأقدام فوق المية. بعد أميال من التحليق فوق الأمواج، أهدافهم ظهرت قدامهم. منصة لوكرويل تشتغل على مدار الساعة منورة بكشافات صناعية ضخمة، وبالنسبة لحساسات الدرون البصرية صعب جدا يفوتوها. وأول ما السرب قرب المسافة الأخيرة فكوا التشكيل. الدرونات الفردية انفصلت وتوزعت على 3 أهداف مختلفة: منصات فيلونوفسكي، كورشاجين، وغرافر. جوا عقل ليوشي الرقمي اللي بيقود السرب، المهمة تحولت من الملاحة لمرحلة الهجوم النهائي، وهو بيطير على مستوى سطح البحر. الدرون اللي بجناح ثابت ما يقدرش يخبط كده وخلاص في الأعمدة الفولاذية السميكة لقاعدة المنصة. علشان يحقق أكبر ضرر لازم يضرب المعدات الحيوية اللي فوق السطح العلوي اللي بتكون أضعف نسبياً، وده حسب خطط الهجوم القياسية. على بعد ميلين الدرون نفذ مناورة ارتفاع مفاجئ. كمبيوتر الطيران رفع مقدمة الطيارة لفوق وبدأت تطلع بسرعة. عدى ارتفاع البنية الفوقية العملاقة للمنصة ووصل لأعلى نقطة، وعلى طول دخل في غطس حاد. الأدلة بتشير لضربة جراحية دقيقة. الرؤية الحاسوبية كانت حتفرز الهندسة المعقدة للمنصة الضخمة وتثبت على شريان الحياة التشغيلي للمنصة اللي هو توربينات الغاز ومولدات الكهرباء. الهدف تم تحديده تحت على السطح. طاقم الوردية الليلية ما كانوش شايفين الخطر خالص. آخر حاجة سمعوها كانت الأزيز المفاجئ والغاضب لمحرك غاز كان بينقض من وسط الضلمة. في لقطات الرؤية الليلية اللي أصدرتها القوات الخاصة الأوكرانية بعدين تقدر تشوف اللحظة بالضبط. من وجهة نظر الدرون، الشبكة الحديدية بتاعت سطح التوربين بتكون في نص العلامة بالضبط، وبتقرب أكتر وأكتر لحد ما الصورة فجأة بتقطع وتتحول لتشويش.
كانت ضربة مباشرة وفي نفس الوقت على الثلاث منصات كلهم. لما تضرب منصة نفط بمتفجرات طبيعي تتوقع كرة نار ضخمة وملايين الجالونات من الخام بتتسرب في المياه. بس لما محللي الدفاع راجعوا خرائط الحرارة بالأقمار الصناعية لبحر قزوين تاني يوم الصبح، المنطقة كانت صافية تماماً، ما كانش فيه أي إشارات حرارية ولا حرائق نفط ضخمة. الدرونز ما وعدش بشكل عشوائي ومزودة بتوجيه نهائي بالذكاء الاصطناعي. الحساسات البصرية تجنبت عمداً صمامات التدفق عالية الضغط عند رأس البئر، وده منع حدوث اندفاع نفطي خارج عن السيطرة. الرؤوس الحربية التشظية قطعت المعدات اللي بتضخ البترول من غير ما تولع في الآبار، وده شل أكبر حقول روسيا البحرية واضطرهم يوقفوا العمليات فوراً. الخسائر المالية كانت ضخمة، تجمدت منشأة بمليارات الدولارات واتمسح ملايين من الإيرادات اليومية اللي ما بقاش ينفع يستخدموها في تمويل الحرب. الوصول للحقيقة وراء الضربات دي تقريباً صعب زي تنفيذها بالضبط. الإعلام التقليدي نادراً ما بيغطي واقع المعركة، والقنوات التانية بتعتمد على الشائعات أو بتألف اللي حصل. إحنا ما بنخمنش، إحنا بنعيد بناء آليات الحروب الحديثة باستخدام استخبارات مفتوحة المصدر خام. لو عايز الحقيقة فعلاً بدل القصص العسكرية، دوس على زر الاشتراك دلوقتي. ضربة بحر قزوين عملت حاجة أسوأ من إنها تضر روسيا مادياً، بس هي سببت ضرر نفسي. في عصر الدرونز الرخيصة والمستقلة، الحجم الكبير للأراضي الروسية بقى عبء خطير. مستحيل تقدر تحط نظام دفاع جوي ب$500 مليون على كل منصة نفط، مصفاة وقاعدة جوية في 11 منطقة زمنية. كان باين إنه الرؤية الآلية هي السلاح النهائي ضد الدفاع الجغرافي لروسيا، بس ده ما كانش صحيح. علشان ينفذوا أقوى هجوم لحد دلوقتي، أوكرانيا ما كانتش محتاجة طيارة بدون طيار أذكى، كانوا محتاجين وحدة أبسط. على بعد 2000 ميل شمالاً في أعماق المساحات المتجمدة من الدائرة القطبية الشمالية موجودة قاعدة أولينيا الجوية، موجودة في شبه جزيرة كولا في روسيا، وهي مقر لأسطول روسيا الضخم من قاذفات القنابل الاستراتيجية TU-22M3. هذه الطائرات الأسرع من الصوت والقادرة على حمل رؤوس نووية تقدر قيمتها بحوالي $40 مليون لكل واحدة، وهي تعتبر العمود الفقري لقدرات روسيا الهجومية بعيدة المدى. طوال فترة الحرب كانت هذه القاذفات تقلع من هذا الملاذ القطبي وتطير جنوبا وتطلق صواريخ KH-22 كروز على المدن الأوكرانية. دي صواريخ وزنها 12,000 باوند، أسرع من الصوت ومخصصة لتدمير حاملات الطائرات، وتصممت في الأصل أيام الحرب الباردة علشان تغرق السفن الأمريكية. روسيا أعادت استخدامهم كأسلحة رعب علشان تدمر عمارات سكنية من على بعد مئات الأميال، وبما أنهم بيضربوا من جوا المجال الجوي الروسي، القاذفات عمرها ما بتضطر تعدي خط المواجهة. وهم قاعدين على بعد أكثر من 1100 ميل من حدود أوكرانيا، الكرملين كان فاكر إن الأسلحة دي مستحيل حد يقدر يوصلها. علشان يوصلوا ليهم السلاح لازم يتخطى شبكات الرادار الروسية اللي بتكلف $1 مليار، وبعد كده لازم ينجو من القطب الشمالي. بالنسبة لطائرة درون عسكرية عادية، البرد الشديد ده حكم بالإعدام. الجليد بيتراكم على أجنحة الطيارة المصنوعة من المواد المركبة، وده بيدمر الديناميكا الهوائية وبيخلي الطيارة تقع من السماء. حتى في صيف القطب الشمالي، الطيران بطائرة بدون طيار لمسافة وزمن طويلين في الظروف دي المفروض يكون مستحيل. طيب إزاي أوكرانيا قدرت تعمل كده؟ مع إنه طرق الإطلاق الحقيقية لسه سرية، خبراء الطيران بيشاوروا على سبب محتمل واحد، مش درون شبح بملايين الدولارات، دي طيارة هو. الأيروبراكت 22 فوكس بات هي طيارة رياضية خفيفة جدا بمقعدين للمدنيين، اتصنعت في أوكرانيا. تقدر تشتري واحدة جديدة بنفسك بحوالي $90,000. هي مصنوعة من ألومنيوم خفيف وقماش، وأقصى سرعة لها حوالي 130 ميل في الساعة بالكاد، ومصممة عشان رحلات جوية للتنزه بعد ظهر يوم الأحد. لكن المهندسين الأوكرانيين بصوا على اللعبة الجوية المدنية دي وفهموا إنها ممكن تتحول لأقوى سلاح بعيد المدى. فرغوا قمرة القيادة وشالوا كراسي الركاب والطابلو عشان يخففوا الوزن، وبدالهم ركبوا خزانات وقود إضافية مصممة مخصوص. ده زود مدى الطيارة لحد حوالي 2000 ميل. بعد كده حطوا في الكابينة رأس حربي شديد الانفجار والتشظي، وبعدين وصلوا سيرفوهات روبوتية متخصصة، يعني أذرع ميكانيكية مباشرة على عمود التوجيه ودواسات الطيارة. دي استخدمت نسخة أقدم من نظام ذكاء اصطناعي ذاتي قائم على رؤية الآلة اللي تستخدم بعد كده في بحر قزوين.
وحولوا طيارة مدنية مأهولة لصاروخ كروز بطيء الحركة لكن مستحيل يتشوش عليه. طيب ازاي طيارة رياضية بطيئة بتشتغل بمروحة تقدر تعدي شبكة دفاع جوي بتكلف مليارات الدولارات؟ أكتر نظرية منتشرة بين محللي الدفاع بتتلخص في عيب في الرادار اسمه الدوبلر نوتش. علشان شاشات الرادار ما تزحمش بأسراب الطيور أو حركة المرور على الطرق السريعة، البرنامج بيصفي تلقائياً الأجسام اللي بتتحرك بسرعة أقل من حد معين. لما كانت الطيارة ال A-22 بتطير بسرعة 80 مايل في الساعة بس، وقعت بالضبط في النقطة العمياء دي، برنامج الرادار الروسي كان بيصفي الطيارة فعلياً وبيعتبرها مجرد ضوضاء في الخلفية. بالنسبة لمشغلي الرادار كان حيبان لهم زي سرب عصافير أو حالة طقس غريبة. ولأنها كانت مصممة في الأساس كطائرة مأهولة علشان تشيل وزن 2 بني آدم في ظروف جوية صعبة، موتورها الكبير كان بيولد حرارة داخلية وقوة دفع ميكانيكية كفاية علشان تقدر تعيش في الهواء المتجمد بتاع القطب الشمالي من غير ما تتجمد. لمدة حوالي 20 ساعة حصان طروادة بتاع أوكرانيا كان بيطير ببطء فوق السماء الروسية. الطيارة ما كانش عندها حتى غطاء ضلمة وهي بتطير في صيف القطب الشمالي. الدرون كانت مكشوفة تماماً تحت ضوء شمس نص الليل. وبرغم كده لما وصلت أخيراً لقاعدة أولينية الجوية، المدافعين الروس اتفاجئوا تماماً وما كانوش مستعدين خالص. أنظمة الدفاع الجوي اللي مصممة عشان تسقط طيارات مقاتلة أسرع من الصوت وتكلف ملايين الدولارات ما كانتش عارفة تتصرف إزاي مع طيارة مدنية بطيئة بتتحرك فوق الأشجار. تحت كان فيه مساحة واسعة من الخرسانة وفوقها كانت الطيارات الضخمة TU-22M3 اللي طولها أكثر من 130 قدم. الطيارات دي مش بتدخل جوه الدشم المحصنة العادية، عشان كده بيركنوها في العراء مكشوفة تماماً للسماء. وأول ما الطيارة A-22 عدت سور المحيط، الذكاء الاصطناعي اللي فيها صحى. الكاميرات البصرية بتاعتها مسحت الأرض اللي تحتها ومتجاهلة الرسومات الوهمية ثنائية الأبعاد اللي الجيش الروسي كان راسمها على المدرج. وبينما كانت الطيارات الوهمية دي طعم، بدأت تدور على شكل هندسي معين لحد ما العدسات الذاتية قفلت على الهيئة المميزة لطيارة TU-22M3 بجناحها المائل لورا. جوا كابينة القيادة الفاضية، السيرفوهات الروبوتية زقت عصاية القيادة بقوة لقدام. الطيارة A-22 نزلت بأنفها لتحت في غطس النهائي ناحية القاعدة. وأخيراً الأمن فهم اللي بيحصل، بس كان فات الأوان إنهم يطلقوا صاروخ أرض جو بضربة واحدة. طيارة رياضية معدلة ب$90,000 سببت ضرر كبير لقاذفة استراتيجية بتكلف 40 مليون دولار. لكن التكلفة المالية الحقيقية على روسيا أعلى بكتير وما تتقارنش. المصانع اللي بنت TU-22M3 انهارت مع الاتحاد السوفيتي. روسيا حرفياً مش قادرة تبني طيارات جديدة. كل قاذفة قنابل بيخسروها بتكون خسارة دايمة ومش ممكن تتعوض للثلوث النووي بتاعهم. حجم روسيا الكبير اللي هو نفس السبب اللي ابتلع جيش نابليون زمان بقى دلوقتي أكبر نقطة ضعف ليها. المحركات الجاهزة والكود المفتوح المصدر نسفوا تأثير الجغرافيا من أساسه. المسافة ماتت. عشان تشوف إزاي نفس الحرب غير المتكافئة دي منعت روسيا من تحقيق نصر كامل وفوري في أول يوم من الحرب، دوس على الفيديو ده هنا.